السلام عليكم، اهلا بيكم. النهارده فيديو مختلف، هنغسل مع بعض الطاسات او المقالي زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، بدون اي مسحوق او ادوات تنظيف، يعني المنظفات. تمام، شايفين بالشكل ده ما شاء الله. شايفين بقى كمان شكلها قبل ما تتغسل، شايفين الشكل، وزي ما وريتكم في اول الفيديو الصور كمان في اول الفيديو. ادي الطاسات بتاعتنا، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين دي الطاسات بتاعتي. طبعا انا كنت تعبانة الفترة اللي فاتت، وعندي مشكلة في الفقرات بتاعت رقبتي، ورقبتي مخشبة، فكان صعب ان انا امسك حاجة وادعكها. وطبعا هي رقبتي مسمعة لدروعتي الاتنين، فمش بقدر ان انا ادعك حاجة. فانا كنت الطاسات اول باول بمسكها وبغسلها على طول، فطبعا غصب عني الطاسات بقت شكلها بالشكل ده. طبعا مفيش اي بيت، يعني اكيد يعني هنلاقي مفيش بيت يعني فيه طاسة بالشكل ده. طبعا في ناس بقى كتير بتبقى محتارة تغسلها ازاي. هنولع كده البوتاجاز بتاعنا وهنزل بالطاسات على النار بالشكل ده. هخلي الطاسة على البوتاجاز، شايفين شكلها في الوقت ده بقى بتهدي نار البوتاجاز. تمام اهو زي ما انتوا شايفين انا النار هديتها علشان الطاسة ولعت. وفي الوقت ده كمان بكون مشغلة الشفاط. ما عندكيش شفاط هتفتحي شباك المطبخ. اهم حاجة بس التهوية تكون كويسة يعني. دي بقى طاسة كنت بغسلها على طول، يعني الطاسة دي اول باول انا بغسلها. تمام. هنا حمرت فيها مرتين. شايفين الطاسات بتولع معايا كده بالشكل ده، ما تخافيش خالص. اول ما تولع معاكي كده هدي النار، وبعد كده برضو تعليها. يعني شوفي انا هديت النار على ما الطاسة المولعة تطفي، وبرجع اعلي النار تاني. تمام. هسيبها بقى على البوتاجاز في الوقت ده. ومعايا حلة هنا كنت عاملة مسيحة سمنة، طبعا مصوره لكم فيديو بيها، مش عارفة انهي اللي هينزل الاول، فيديو السمنة الاول ولا الفيديو ده الاول. تمام. فهغسل بقى الحلة بتاعتي على طول بالشكل ده. اول باول بقى الالمونيا لازم تدعك كده علشان ما تتعبكيش في التنظيف. طبعا بغسلها بسلكة ناعمة، سلكة ألمونيوم مع ألمونيا ناعمة، علشان الحلة ترجع تلمع معاكي. السلكة الخشنة اللي استانلس الخشنة انا بستخدمها للحاجة اللي هي بتبقى فيها دهون، فيها حاجة ناشفة كده، فبتساعد ان هي تطلعها على طول. لكن السلكة الناعمة دي لتلميع الألمونيا. شايفين ادي الطاسة بتاعتي اهي. دي بقى الطاسة دي اول باول بغسلها، يعني ما تسيبيش الطاسة لحد ما تتحرق معاكي زي ما انتوا ما شفتوا في اول الفيديو. انا اول باول بروح غسلة الطاسة بتاعتي كده بالشكل ده علشان ما يبقاش فيها حروق وتتعبني. فطبعا هي بقلي فيها او بحمر فيها مرتين، وبعد كده بصفي الزيت واروح غسلاها بالشكل ده. ليه بقى؟ علشان كل مرة وقت ما هنعمل، يعني كل مرة الدهون بتتراكم فوق بعضها، فبتخلي الطاسة تغمق معايا وتتحرق معايا زي ما شفتوا في اول الفيديو. طبعا هنا انا بغسل الطاسة الاول بالسلكة اللي استانلس، بطلع اي دهون فيها كده بالسلكة اللي استانلس الاول، بتساعدني على انها الدهون تطلع بسرعة، وما بتعبش بصراحة في تنظيفها. لكن لو السلكة الناعمة هتبرم كده في الدهون ومش هتنضف معايا على طول، وهاخد وقت على ما تنضف. لكن بالسلكة الخشنة اللي هي السلكة الاستانلس بدعك الاول كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. وبعد كده بقى بستخدم السلكة الناعمة اهو زي ما انتوا شايفين. هنا بقى المية كانت عقدتني في عيشتي، يعني تعبتني جدا بصراحة، كل دقيقة عمالة تقطع.
تمام اهو، شوفوا قطعت، لسه هاجي اشطف الحلة كانت قطعت خلاص. انا هنا بقى خدت السلكة الناعمة اهو، وهبدأ بقى ايه، ادعك الطاسة بتاعتي كويس علشان تلمع بقى معايا. دي طبعا الدهون فيها او الحرق فيها كان حاجة قليلة خالص، مش محروقة، هي فيها نسبة دهون من التحمير. تمام، فنغسلها اول باول. طبعا بقى لو في طاسات عندك عملت بالشكل اللي شفتوه في اول الفيديو، هتعمله زي ما عملت في اول الفيديو، بدون مسحوق وبدون اي نوع منظفات ونكلف نفسنا، والحاجة هترجع معاكي زي الفل وجديدة كمان. ناس كتيرة بقى انا بشوفها على الفيس تقول انا هرمي الطاسة، انا مش هستخدمها، انا عندي طاسة محروقة وهرميها. طب ليه نرميها؟ احنا هنعملها، واعمليها زي ما وريتك كده في الفيديو ومش هتتعبي خالص. تمام، انا هنا بقى بدعك الطاسة بتاعتي كده بالشكل ده وبلمعها، وبعد كده هشطفها. طبعا في الوقت ده بقى المية عمالة تقطع ومش عايزة تيجي معايا خالص، بتيجي شوية وبعد كده تروح قطع. هو انا كل يوم على كده والله، يعني انا بغلب جدا في الاوردرات، وطبعا ببقى عايزة اغسل المواعين بتاعتي اول باول، فهي بتيجي بعد الظهر وتبدأ بقى تضعف خالص وتنزل شوية وتقطع شوية. مش عارفة المشكلة عندنا احنا هنا بس في المنطقة عندنا ولا ايه، ولا في الفيوم كلها. هي المية بصراحة الفترة دي ضعيفة جدا اهي، شايفين شرشورة نازلة بس بشطف بيها وترجع تقطع تاني. طبعا في الوقت ده الطاسات التانية كانت على البوتاجاز، سايباها على البوتاجاز. طيب ناس تانية كتير ممكن تعلق وتقولي طيب يا ام احمد، احنا بدل ما نجيب منظفات ونغسل، اولا ما فيش منظف هينزل لك الحروق اللي على الطاسات اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو. تمام، انا جبت كتير وما فيش حاجة كانت بتنفع غير الطريقة اللي انتوا شفتوها. طيب هتقولوا مثلا طب ما احنا هنستهلك غاز. لا، مش هنستهلك غاز. الغاز يعني لو الطاسة خدت ساعة على النار، ففي الوقت ده يعني الساعة احسبيها ب10 جنيه، هو كانت ب6 جنيه اكيد، يعني رفع سعر الغاز. تمام، فاحسبي 10 جنيه في ساعة. زي ما انتوا شايفين كده معايا المواعين غسلتها وشطفتها كده بالشكل ده، وشايفين الشكل بتاعها اهو بتلمع كده. اول باول نغسل الالمونيا بتاعتنا بالشكل ده علشان ما تتعبكيش. تمام، هسيبها بقى تتصفى ونشوف احنا هنعمل ايه في الطاسات التانية. تمام، الغاز بقى يعني 10 جنيه، 10 جنيه للساعة مثلا، فالطاسة هتاخد معاكي ساعة لحد ما تتحرق كده وترجع معايا زي ما هتشوفوها. شايفين هي بتتحرق كده بالشكل ده، بروح مرجعها على الحوض، انزل بقى الحاجات اللي هي محروقة كده بالشكل ده بالسكينة، وارجع احطها تاني على البوتاجاز اهو بتتحرق معايا. وكل مادة بتنضف بقى زي ما انتوا شايفين كده. بروح قلباها، يعني هنا انا حطاها كده بالشكل ده، اقلبيها بقى على الوش التاني. انا كنت مصورة فيديو واللقطة راحت مني. هنا زي ما انتوا شايفين ابتدت لونها هو يعمل بالشكل ده، بروح قلباها على الوش التاني واكون بقى معلية النار عليها لحد ما توصل معايا بالشكل ده. شايفين الشكل ده كده؟ مجرد بقى ما هنفتح عليها الحنفية اي حاجة فيها بتنزل. شايفين مجرد ما بعملها كمان بايديا هتروح على طول الحاجات اللي فيها. شايفين الطاسة مش محتاجة دعك خالص. شايفين هي نضفت اهي بالشكل ده، مش محتاجة اي حاجة. طبعا زي ما قلت لك هي لو خدت ساعة على النار فالساعة تعتبر ب10 جنيه. 10 جنيه مش حاجة. لو جبنا منظف هيكون حوالي 50 جنيه، وعلى ما نحطه على الطاسات وهندعك فيها وهتتعبنا. طبعا هنا انا بالسلكة اللي استانلس
بعملها كده بسيط. خلي بالك انا مش بدعك خالص، يعني بالسلكة اللي استلس كده بنزل اي حاجة كده من الرماد اللي طلع من الحرق. شايفة بمنتهى السهولة. هنا بقى الحتة دي بتاعة الايدين زي ما انتوا شايفين كده فيها برضو حروق، بدعكها كده بالشكل ده. اهو من الظهر كمان. هجيب سكينة والحروق اللي في الايدين كده هروح شايلاها. طبعا النار بقى ما بتبقاش واصلة للايدين، فالايدين بتكون سهلة جدا، يعني هي برضو سخنت من النار، فهتنضف معايا بكل سهولة. شايفين بطلع كده اي حاجة سودة كده في الايدين وبحاول انضفها على قد ما اقدر. المية بقى بقول لها بالله عليكي تيجي انا تعبت بالله عليكي خلاص، او بقول لها تعالي بقى، تروح جاية على طول بتسمع الكلام، بس بعد ما بتتعبني خلي بالكم. هشطف بقى كده الطاسة بتاعتي. شايفين بشطفها بس الاول ولسه بقى يعني شايفين اللمعة بتاعتها مطفية، مش بتلمع قوي بقى، يعني انا كده خلاص. في المرحلة بقى دي باخد السلكة الناعمة احط عليها بقى كده شوية صابون اهو، وهدعك بقى كده ألمع الألمونيا بتاعتي. انا بلمعها، طبعا هي نظيفة وزي الفل، بس عايزة اللون بتاعها كده يكون بيلمع، لكن هي كده طبعا نضفت وزي الفل، بس الألمونيا مطفية معايا من النار. لو وصلتي معايا لحد هنا وما ضغطتيش لايك بقى للفيديو علشان تعبت في التصوير، وسبسكرايب للقناة، وتعليق منك بقى وقولي لي بتجربي وصفاتي ولا لا، وبتشوفيني منين محافظة يعني. شايفين هدعك برضو التانية دي بالسلكة الخشنة الاول اللي استلس، واي حاجة كده في الايدين بطلعها. تمام، محبتش بقى اعيد اللي انا عملته عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. تمام، غسلتها كده السلكة الخشنة الاول، بنزل بقى اي حاجة كده، وهنا بالسكينة كده بطلع اي حاجة سودة في الايدين. المية بتيجي اروح شاطفة الطاسة وترجع تقطع تاني نقطتين وتقطع. تمام كده خلاص. غسلت بقى الطاسات بتاعتي ولمعتها كده بالسلكة الناعمة، وهشطفها بقى كده بالشكل ده. اخر بقى ما زهقت شطفتها بميه كنت مخزناها يعني. تمام اهو بالشكل ده. شايفين بتلمع ازاي؟ زي ما انتوا شايفين بقى كده. الطاسات بقى سبتها تتصفى خالص، وبعد كده اهي مسحتها وبقت بالشكل ده. شايفين بتلمع ازاي؟ وشايفين اول الفيديو كان شكلها عامل ايه؟ رجعت جديدة. يلا بقى لو عندك طاسة محروقة بقى وزهقتي ولا زعلانة من شكلها، خديها واغسليها بنفس الطريقة، وما تسيبيش بقى طاسات تتحرق عندك. اول باول اغسليها علشان ما يثبتش فيها اي دهون. شايفين؟ ودي الطاسة اللي هي اول باول انا بغسلها. شايفين زي ما انتوا شايفين كده. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.